السلام عليكم واهلا وسهلا بكم، ونبدأ ببلاغ الديوان الملكي والذي يقدم عناصر إخبارية وتوضيحات إلى الرأي العام بخصوص إطلاق سراح المسمى دانييل غالفان فينا، وهو من جنسية إسبانيا والذي كان قد أدانه القضاء المغربي. نص البلاغ رفقة حميد سعدني. يقول بلاغ الديوان الملكي: أولا، لم يتم بتاتا إطلاع صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأي شكل من الأشكال وفي أي لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على أساسها. ثانيا، من المؤكد أن صاحب الجلالة لم يكن قط ليوافق على إنهاء إكمال دانييل لعقوبته بالنظر للفداحة هذه الجرائم الرهيبة التي اتهم بها. ثالثا، إن صاحب الجلالة بوصفه الحامي الأول لحقوق الضحايا وفضلا عن ذلك الأطفال وعائلتهم لن يدخر أي مجهود لمواصلة إحاطتهم برعايته السامية. وتبرز مختلف مبادرات صاحب الجلالة بالتأكيد في تمسك العاهل الكريم بمجموع القيم الأخلاقية الثابتة وبمركزية النهوض بحقوق الإنسان وحماية الطفولة، وكذلك الدفاع عن المجتمع المغربي ضد أي مساس به وكل الأعمال المدانة من قبل الضمير الإنساني. ولهذه الاعتبارات جميعها قرر صاحب الجلالة بمجرد أن تم إطلاعه على عناصر الملف أن يتم فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا الذي يبعث على الأسف وتحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة. وستعطى التعليمات أيضا لوزارة العدل من أجل اقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله.